اغلب صناع المحتوى حافظين كلمتين: اعمل عنوان قوي، صورة مصغرة تشد، السي تي ار بتاعك يعلى فالفيديو يفايرل. وفي الحقيقة في فيديوهات السي تي ار بتاعها عالي جدا وبيكون هو ده السبب ان الفيديو يموت ومحدش يشوفه. فقبل ما تفرح بنسبة النقل العالية اسمع الفيديو ده لانه هيغير فهمك لليوتيوب تماما. مبدئيا كده يعني ايه سي تي ار؟ السي تي ار هي نسبة النقل للظهور. يعني لو الفيديو بتاعك ظهر ل1000 واحد و100 منهم عجبته الصورة المصغرة والعنوان وضغطوا على الفيديو، يبقى كده نسبة النقل للظهور بتاعتك 10%، ودي نسبة ممتازة جدا. وده اللي بيدي إشارة للخوارزميات إنها توسع انتشار الفيديو. بس بعدها بمدة تتفاجئ إن الفيديو بدل ما ينتشر الفيديو اتجمد ومبقاش حد يشوفه أصلا. ده بقى بيحصل ليه؟ ده بيحصل لأن اليوتيوب مش بيكافئ النقرات، هو بيكافئ رضا المشاهد. المرجع بتاعه الأول والأخير هو سلوك المشاهدين. فحضرتك بتقع في حاجة من الاحتمالين: أول احتمال إنك بتعمل عنوان وصورة مصغرة اعلى بكتير من المحتوى. في بعض الناس بتعمل عناوين بتبقى صادمه، صوره مصغره بتعلي قوي سقف طموح المشاهد فبتجيب مشاهدين كتير، لكن اول ما بيفتحوا الفيديو بيلاقوا محتوى الفيديو اقل بكتير من اللي كان موجود في الصوره المصغره. فبيعملوا ايه؟ بيخرجوا بسرعه. وهنا الخوارزميات تبدا تترجم السلوك اللي بيحصل ده على انه كليك بيت او مخادع، لان الفيديو بالفعل جذب ناس كتير ضغطوا عليه ودخلوه لكن ما بيكملوش، فبالتالي الفيديو محتواه مغاير تماما للصورة والعنوان، فيبدأ يفهم ان ده خداع فيبدأ يوقف الفيديو بتاعك ويقلل انتشاره. تاني احتمال انت ممكن تكون بتعمله وانت مش واخد بالك: لو انت لسه قناة جديدة فالخوارزميات لسه مش فاهمة المحتوى بتاعك ولا فاهمة مين المشاهدين المهتمة بالمحتوى ده. ففي البداية الخوارزميات بتبدأ تجرب مرة عن مرة، تبدأ توسع انتشار الفيديوهات بتاعتك عشان تفهم مين الناس المهتمية بالمحتوى ده. فلو حضرتك شاطر زيادة عن اللزوم او فاهم زيادة عن اللزوم فبتبدأ تعمل عنوان قوي جدا وصورة مصغرة مفيش زيها، فالنسب الاولية للفيديو بيكون نسبة النقر بتاعها عالي جدا. فالخوارزميات تبدأ توسع انتشار الفيديو وهي مش فاهمة مين الناس المهتمية بالمحتوى ده، فبتقوم رامية الفيديو بتاعك قدام ناس مش مهتمة تماما. فبيكون السلوك بتاعهم ايه؟ انهم يخشوا يتفرجوا على كام ثانية ويقوموا طالعين، وده بيحصل غصب عنك لان الخوارزميات اساسا رمت الفيديو قدام ناس مش مهتمه، لكن الفكره ان هم عجبتهم الصوره المصغره او عجبهم موضوع الفيديو، وده بيكون نتيجه الاوفر كرياتيفيتي. انت شاطر زياده عن اللزوم في قناه لسه جديده مش مفهومه. طب نعمل ايه يعني؟ اكيد مش هنقلل السي تي ار ولا هنبوظ الصوره المصغره. الفكره كلها انك ما تعملش عنوان صادم، اعمل عنوان يفتح تساؤل للي موجود جوه الفيديو. الصوره المصغره ما تعملهاش قويه وخلاص، اعمل الصورة المصغرة تكون تشد وتكون كذابة بس في نفس الوقت بتعكس روح المحتوى. ما تعليش سقف طموح المشاهد زيادة عن اللزوم، خلي قوة الصورة المصغرة مكافأة لقوة المحتوى نفسه. وما تقلقش ده مش هيقلل المشاهدين، لان اليوتيوب عامل زي السوق، في كل الفئات وفي كل الاصناف وكل زبون وليه الذوق بتاعه وبيبقى ماشي بمعادلة موزونة. سي تي ار بتاعك 4% بس نسبة المشاهدة اكتر من 3/4 الفيديو احسن بكتير من سي تي ار معدي ال 12 والناس بتقعد 10 ثواني او 15 ثانيه وتخرج. اليوتيوب بيحب المعادله الموزونه، فالحاجه المتوسطه اللي انت عاملها بيبقى ليها زبونها، وده ما يقللش ابدا من المشاهدين بتوعك. لا بالعكس، الحاجه الموزونه افضل بكتير من الحاجه الزياده اللي بتتقلب ضدها. حافظ على التوقع المظبوط للمشاهد. المشاهد اللي شاف العنوان بتاعك والصورة المصغرة لما يخش الفيديو يلاقي نفس التوقع المظبوط، الوعد اللي انت اديتهوله في العنوان والصورة تكملهوله في المحتوى. وفي النهاية يا ريت تعمل لايك واشتراك وسيب لي كومنت بسيط تدعمني فيه عشان الفيديو ينتشر اكتر.